تأتي ملائكة العذاب تريدك، يأتي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تصد. وسماها المعقبات، تأتي تحميك من خلفك من العذاب ومن النار ومن ملائكة العذاب تحصنك. والمجنبات أو المجنبات يعني من جنبك يمين ويسار. إذن فوالله ما بقي عذر. وإني ما خرجت في حياتي أقول للإخوان أنا رجعت من بعد ما استفدت من أهل العلم وما قرأت في الكتاب والسنة إلى أن أجمل تغريدات 4 في الكون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما سبحان الله فمعناها أنزهك يا ربي، تسبيح تنزيه، أنزهك يا ربي عما لا يليق بك، وأبرئك عن كل ما نسب إليك من سوء أو وصف لا يليق بك من نسبة الولد أو الزوجة أو الشريك أو النديد أو الضديد. فسبحانك يعني تقدست تنزهت، سبحان الله أقدسك أنزهك أعظمك يا ربي أن ينسب لك شيء لا يليق بك. هذا معنى سبحان الله. والحمد لله أشكرك وأثني عليك وأصفك بالأوصاف بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وأوصافك النبيلة، وأحمدك على كل خير. لك المحامد ولك الثناء الحسن، يعني أحمدك على النعم. أنت صاحب المحامد، قيل لها معنيان، يعني لك المحامد الصفات الحميدة الجليلة أنت أهل لها فلك الحمد. ومعنى ثاني أنت كل نعمة من عندنا فهي من عندك فلك الحمد، نشكرك على هذه النعم. وكلا المعنيين صحيح، فهذا معنى الحمد لله. والله أكبر، العظمة والقداسة لك يا ربي والمجد والرفعة. أنت أكبر من كل كبير، أنت أعظم من كل عظيم. المجد مجدك، السؤدد سؤددك، الملك ملكك، الثناء لك. ولا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا شريك له سبحانه، لا يصح أن يعبد غير الله ولا يدعى غير الله ولا يستعان بغير الله، فله سبحانه الوحدانية والعظمة. ولذلك شملت هذه الكلمات الأربع كل الدين. قالوا كل ما في القرآن يقسم على هذه الكلمات الأربع، فهي الكلمات الباقيات والصالحات والحسنات الماحيات، وهي الكنز المفقود، وهي المعقبات والمقدمات والمجنبات، وهي الثقيلات في الميزان عند رب الأرض والسماوات. فهنيئا لها. ولكن يحتاج إلى هذا الكلام إلى أن تقوم أنت بعمل، إلى أن تقوم بمشروع، إلى أن تنوي نية. نحن وإياكم دعونا نتعاهد ونتواعد على أن نقضي أيامنا وما بقي من فضول الأوقات بعد الأذكار، أذكار الصباح والمساء والأذكار الراتبة بعد الصلوات، في سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أرجو من إخواني من يكتب، مثقف، أستاذ، مدرس، عنده يكتب في صحيفة، يتكلم في إذاعة، له برنامج في التلفزيون، له تويتر، فيسبوك، أو يدخل في اليوتيوب، أن يشارك بهذه التغريدات. أما ترون شبابنا كيف يغردون؟ أما ترون مواقع ماذا يكتب فيها من السب والغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية والكلام الساقط الرذيل التافه؟ فلماذا ما أنتم إن شاء الله، لأنكم أنتم حضرتم الآن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم فادتنا